الاسترويد، لما تيجي الكلمة دي على بالك أول حاجة هتفكر فيها هي عضلات ضخمة، ناس شكلها قوي جدا، جسم رياضي وإحساس بالقوة الخارقة. بس الحقيقة إن ورا كل الصورة المثالية دي كوارث صحية ونفسية محدش بيحكي عنها. تعالوا نتكلم بصراحة عن الاسترويد وتأثيره الخطير على الشباب. الاسترويد في الأول وفي الآخر مادة كيميائية بتدخل جسمك عشان تغير طريقة شغله، يعني مش مجرد مكمل غذائي ولا بروتين بتاخده بعد التمرين، ده حاجة بتلعب في نظام الهرمونات بتاع جسمك. طيب، لما نقول هرمونات بنتكلم عن حاجة زي التستوستيرون، ده الهرمون المسؤول عن كل الحاجات الرجولية في جسمك زي العضلات والقوة والشكل الذكوري. المشكلة بقى إنك لما تزود التستوستيرون بشكل مصطنع جسمك بيبدأ ينهار في أماكن تانية. أول حاجة، الاسترويد بيأثر على الكبد. الكبد هو الفلتر الطبيعي لجسمك، أي مادة غريبة بتدخل جسمك الكبد بيشتغل ليل نهار عشان ينظفها. لما تاخد الاسترويد الكبد بيتحمل ضغط فوق طاقته. تفتكر إنك كده بتقوي نفسك، بس الحقيقة إنك بتدمر الفلتر الرئيسي لجسمك. في شباب كانوا بيستخدموا الاسترويد لفترة وبدأوا يعانوا من مشاكل زي تلف الكبد أو فشل كبدي، وده خلى حياتهم تنقلب رأساً على عقب. يعني من الآخر أنت بتدخل حرب مع جسمك من غير ما تحس. نيجي بعد كده للقلب. ناس كتير فاكرة إن المشاكل القلبية تيجي للناس الكبيرة في السن بس، صح؟ غلط. لما تاخد الاسترويد بتزود الكوليسترول الضار في الدم، ده معناه إن الأوعية الدموية بتبدأ تتسد تدريجياً والدم مش بيوصل كويس للقلب. تخيل شاب في العشرينات يتعرض لجلطة قلبية، ده حصل كتير جدا، وشباب كتير فقدوا حياتهم بسبب الحاجات دي. ومن المشاكل اللي الاسترويد بيعملها كمان هو ارتفاع ضغط الدم. الموضوع مش بس عضلات وشكل، قلبك بيبقى تحت ضغط رهيب لأنه مش مهيأ للحجم الجديد ده ولا للشغل الإضافي اللي بيتطلب منه. يعني كل ما جسمك يكبر كل ما قلبك يعاني أكتر. مشاكل النفسية بقى لوحدها قصة تانية. في البداية هتحس إنك بطل خارق، بتقدر تشيل أوزان تقيلة وبتكسب كل اللي حواليك في الجيم. بس مع الوقت هتبدأ تحس إنك مش طبيعي، مزاجك بيتغير، عصبيتك بتزيد، وممكن تدخل في نوبات اكتئاب حادة. الاسترويد بيعمل حاجة اسمها الرويد ريج، اللي هي نوبات غضب شديدة بتخليك تفقد أعصابك على أقل حاجة. ناس كتير خسرت أصحابها وأهلها بسبب الغضب ده، وكتير كمان اضطروا يبعدوا عن الناس عشان يتحكموا في نفسهم. نيجي بقى للحاجة اللي شباب كتير مش بتفكر فيها، الخصوبة. جسمك لما ياخد كمية كبيرة من التستوستيرون الصناعي بيبدأ يوقف إنتاج الهرمون الطبيعي. النتيجة، حجم الخصيتين بيقل وإنتاج الحيوانات المنوية بيبقى شبه منعدم. يعني من الآخر ممكن تكون بتدمر فرصك في إنك تخلف مستقبلاً. في شباب كمان اتعرضوا لمشاكل في البشرة زي حب الشباب اللي بيغطي وشهم وظهرهم. حب الشباب ده مش مجرد حاجة بسيطة، ده ممكن يكون مؤلم ومحرج جدا، خصوصا لما تكون شاب في مقتبل حياتك. ده غير إن شعرك بيبدأ يقع أسرع بكتير من الطبيعي. في ناس بتوصل إن شعرهم بيختفي تماما زي ما لو كانوا كبار في السن. بالنسبة للبنات المشاكل كمان كارثية. الاسترويد بيغير طبيعة جسم البنت تماما، صوتها بيبقى أخشن وشكلها بيبدأ يتغير ويبان عليها ملامح ذكورية. ده غير الشعر اللي بيظهر في أماكن مش طبيعية زي الوش. يعني الاسترويد مش بس بيأثر على صحتها، لكنه كمان بيأثر على شكلها وثقتها في نفسها. وأخطر حاجة هي إن الاسترويد بيعمل إدمان. كتير من الشباب أول ما يبدأوا يستخدموا مش بيعرفوا يبطلوا، لأنك بمجرد ما توقف جسمك بيبدأ ينهار، العضلات اللي بنيتها بتروح وشكلك بيبدأ يتغير، وده بيخليك تاخد أكتر وأكتر عشان تحافظ على شكلك. وده دايرة مدمرة مش بتنتهي بسهولة. أقول لك حاجة كمان، الاسترويد مش مجرد حبوب أو حقن، في ناس بتاخده من غير ما تعرف المصدر، وده كارثة لوحده. المواد دي ممكن تكون مغشوشة أو ملوثة، وده ممكن يوصلك لأمراض زي الإيدز أو التهاب الكبد الوبائي بسبب الحقن غير النظيفة. الفكرة كلها إنك مش محتاج تدمر صحتك عشان تبني عضلات أو شكل مثالي. جسمك هو أغلى حاجة عندك، ولو ضيعته مش هيبقى عندك حاجة تعوضها. التمرين الطبيعي والنظام الغذائي الصح هما الحل. كل حاجة بتيجي مع الوقت والصبر، مش بالسحر ولا بالطريق المختصر.